بتسأل عليا يا ألفت؟ ايوه يا فندم، الاستاذ سري عبد المنعم ومندوب شركه التامين ولطفي بيه ومستشفى الرحمه. مستشفى الرحمة؟ ده أنا نسيت. الو. ايوه يا فندم. ايوه هو لسه داخل، خليك معايا. مستشفى الرحمه معاك يا فندم. أيوه حاضر، معلش أنا نسيت وكان عندي شوية شغل. طيب أقدر أجي 10 ونص كده؟ حاضر مش هنسى. مع السلامة. ادي الوصله. شكرا شكرا. مساء الخير. مساء الخير. انتوا اتصلتوا بيا علشان حساب ايوه الست إحسان. ست احسان؟ ست احسان مين؟ واوضه كام؟ الحقيقة أنا ما أعرفش نمرة الأوضة، أنا أعرف إن اسمها إحسان، لكن إحسان إيه ما أعرفش. طب ثانيه واحده سعادتك معايا، اتفضل. اتفضل سعادتك. ثانيه واحده. احسان احسان محمود الجبالي، اوضه 29. أيوه. حسابها كام يا فندم؟ دي قيصريه، حسابها 460 جنيه 77 قرش. حضرتك دفعت 250 جنيه، الباقي 210 و77 قرش. اتفضل. عايزين حاجة تانية؟ سعادتك بس ثانية واحدة اتصال. مش عايز اتصال. الله، انت جيت يا بنت؟ دي مدام احسان عايزه تشوفك. ليه؟ ما انا خلاص دفعت الحساب. ما هي خارجه بكره الصبح ان شاء الله، ومستنيه لما حضرتك تيجي تدخل لها. اتفضل، هي في اوضه 29. ادخل. مساء الخير. مساء النور. اهلا اهلا يا عبد القادر بيه. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. انا كنت طلبت اشوف حضرتك قبل ما اخرج بكره من المستشفى عشان اشكرك على كل اللي عملته علشاني. ما تقوليش كده يا ست احسان، انا ما عملتش حاجه. ايه ازاي بقى؟ وانا عمري هنسى الليله دي؟ عمري هنسى انك وقفت لي بعربيتك في عز الليل وجبتني هنا المستشفى. انا كنت واقفه اترجى العربيات كلها عشان حد يوقف لي، ما حدش رضي. انت بتبالغي قوي يا ست احسان. انا ما عملتش غير الواجب. ده انت عملت اكتر من الواجب. ده انت دفعت لي مصاريف الولاده على داير مليم. وبعدين بقى ما بلاش الكلام ده. هو المولود ما شاء الله ولد ولا بنت؟ ولد. الله مبروك. وسميتيه ايه؟ احمد. اسم جميل. طيب مرة تانية أنا الحمد لله طمنت عليكي والحمد لله على سلامتك وسلامة أحمد. ايه انت ماشي ولا ايه؟ يا دوب كده. تصبح على خير. عبد القادر بيه. أيوه. ممكن أطلب من حضرتك طلب تاني، بس يمكن يكون طلب غالي شوية. تحت أمرك. لا، رجع المحفظة أرجوك. أنت راجل كريم، دفعت لي أكتر من 450 جنيه في المستشفى، وأنا مش طمعانة في أكتر من كده. بالعكس، أنا هرد لك الفلوس دي في يوم من الأيام. أمال إيه؟ أنت راجل شهم، أنقذتني وأنقذت ابني من الموت، وأنا بقى طمعانة في شهامتك دي. إنما فلوس؟ أنا مش فاهم. أنا كنت متصور إن الشهامة اللي بتقولي عليها دي دورها انتهى خلاص، لكن الفلوس ممكن تكوني محتاجاها. أقدر أعرف إيه المطلوب مني بالظبط؟ عبد القادر بيه، أنا كتبت أحمد في شهادة الميلاد باسمك. حضرتك قلت إيه دلوقتي؟ قلت إني كتبت أحمد في شهادة الميلاد باسمك. أحمد مين؟ ده؟ أيوه، ابني. باسمي أنا؟ أيوه، كتبت في شهادة الميلاد أحمد عبد القادر أمين حسين مصطفى. أنت بتهزري يا ست أنت؟ أكيد بتهزري.
وهزار سخيف كمان. يا ريتني كنت بهزر، كنت زماني ضحكت، لكن انا بتكلم جد. انا كتبت احمد في شهاده الميلاد باسمك يا عبد القادر بيه. كده تزوير. المهم ان شهاده الميلاد طلعت خلاص. طب ليه؟ ليه تعملي كده؟ ليه ما كتبتهوش باسم ابوه؟ دي حكايه طويله، هبقى احكيها لك بعدين يا عبد القادر بيه. يا سلام، لو انا هستناكي لما تحكي لي ابقي احكيها للبوليس، للنيابه. ما افتكرش، انت انسان وقلبك كبير. ليه تعملي كده يا ست احسان؟ ها؟ ليه؟ ده انت لسه قايله عليا راجل كريم وشهم. كريم مش مهم، طز في الفلوس. انا كنت مستعد ادفع لك كمان وكمان، لكن انت لسه قايله عليا شهم، يبقى ده جزائي. عبد القادر بيه، كل اللي بتقوله ده صح، بس فات اوانه خلاص. فات اوانه يعني ايه؟ يعني ما اقدرش اروح مكتب الصحه واقول لهم متاسفه انا كتبت اسم ابو المولود غلط وصلحوا لي الاسم. طيب فين ابو الولد؟ مات. طب وماله؟ هو اي اب يموت قبل ابنه ما يتولد ما ينفعش يتكتب باسمه؟ ما انا قلت لك يا عبد القادر بيه دي حكايه طويله وهحكيها لك بعدين. اسمعي يا ست انتي، انا مش مستعد اسيب سمعتي تتبهدل على ايدين واحده زيك. انا راجل ليا اسمي في السوق، ليا زوجه محترمه، وابني بحبه حب جنوني، فهماني؟ يعني اسره سعيده. مش مستعد اسيب سعادتها تتبهدل، هدافع عن سعاده اسرتي بكل قوتي. فاهمه ولا لا؟ مش هسيبها تتفضح في الجرايد. هو انا يعني قلت حاجه؟ انت عملتي عمله هتوديكي في داهيه، وانا هوريكي. يعني لولا انك عبد القادر صاحبي اللي اعرفه من 25 سنه لكنت قلت عليك مؤلف، ومؤلف خيالك واسع قوي كمان. اسمع لطفي، مفيش مخلوق يعرف الحكايه دي غيرك انت. انا عايزك تفكر بهدوء وتشوف لي طريقه اخرج بيها من الورطه المهببه دي. انت شفت شهاده ميلاد الواد ده بعينك؟ لا. يمكن كدابه يا اخي. ايه بس اللي يخليها تكذب عليا يا لطفي؟ دي واحده ما تعرفنيش قبل كده، المره الوحيده اللي شافتني فيها كنت كريم جدا معاها. هدي نفسك، احنا في مكان عام. انا هتجنن، مش قادر اصدق اللي حصل. متهيألي ان انا هصحى الصبح الاقي نفسي كنت بحلم. لا، انت تصحى الصبح تروح مكتبك عادي جدا، وانا باذن الله هجيلك ونتكلم. احنا لسه هنتكلم؟ تجيني ومعاك حل. حاضر، اتفضل بقى روح. زمان زهيرة قلقان عليك، انت مش متعود تتأخر عليها كده. الساعة بقت 1:03. زهيرة، تفتكر لو عرفت الحكاية دي هتتصرف ازاي؟